السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله نحضر معكم عصير الليمون الحامض. كيجي منعش وكيجي متشبعش منه. عندي هنا 2 كيلو د الليمون. كيكون طايب ماشي مديك القاصح. كنجيب حكاكه رقيقه وشي بواطه اللي نحكوه فيها. كنبقى كنحك غير ديك القشره الصفراء، ما كندخلوش ديك اللب بيض. نحاولوا ما امكن من نحكوش ديك القشره البيضاء، نحكو ع قشره صفراء بوحديتها. كنبقاو كندوروا عليه بشويه بشويه، وانا كندور على ديك الليمونه كامله. الليمون طبعا كيكون عندنا مغسول مزيان ومنشف. غندور عليه كامل تنحكو كامل كما تشوفوا. دابا ديك القشره هي هاديه اللي حكيت له. دابا عاد ندوز للدور الثاني. غنقسم كل ليمونه غنقسمها في النص. ونجيب العصاره اللي كنطحنوا فيها الليمون ونطحن ديك الليمون اللي عندي كامل. صافي من بعد ما طحنت ديك الليمون كامل عصرته. دابا غنخوي الليمون، غنخوي على ديك القشور اللي حكيت. هنا عندي السكر كما ذكرت معكم في الاول د الفيديو. عندي 2 كيلو د الليمون، غنعدل كيلو د السكر. هاد الخنشه هادي فيها 2 كيلو، انا غنقسمها على 2. النص غنعدلو النص غنخليه، يعني غنعدل كيلو ونخلي كيلو. كنحركو، كنبقى مره مره كنحركو حتى كيذوب ديك السكر. كنبقاو على هاد الطريقه هادي كنخليوه تمن د 24 ساعه. كنبقاو كنعدلو الشغل ديالنا، وهنا كندورو نبقاو مره مره نحركوه. كل مره كنبقاو نحركوه باش كيذوب ديك السكر كامل.
من بعد ما دازت 24 ساعة، عندي هنايا الطحانة، كنطحنو شوية باش ديك القشرة د الليمون كتزيد تطحان، و حتى ديك السكر كيزيد يدوب كامل. واخا هو يعني دايب، غنزيدو ندوبوه مني غنطحنوه. دابا هنايا مني كنطحنو كامل، كنجيب بواطه وكنجيب الصفايه تكون رقيقه، ما تكونش الصفايه عينا كبارين بزاف، باش ما يهودناش ديك اللب د الليمون، يهودها السيروب وحديتو. كنبقى كنخلط باش يهود داك الليمون. دابا عندي هنايا كاس د اللامبا، غنبقى نعبر به كل كاس، غنعملو في ساشيه اللي غنعدلو في الثلج. كنشود عليها مزيان باش ما تفتحليش في الثلج ولا الطرطاق، وإلا بغيتو تذوبلو لا الميكا ذوبلو لا الميكا. غنبقى على هاد الطريقه تنكمل الكميه اللي عندي كامله. من بعد ما ساليتلو اللي عديت الساشيات، هنايا عندي اطرو د الماء بارد، وعندي لامبا. كل كاس د السيرو، كاس د الليمون، كنعدلوه في اطرو د الماء. ما عرفتش واش باين لكم في الكاس اطرو. عندي اطرو معبور كنعدل فيه كاس. جربوا هاد الطريقه هادي. هاد الليمون مزيون بزاف للمناسبات ولا رمضان ولا فوقاش ما تشهيتي العصير، مزيون بزاف. هنايا عندي واحد بنانه وواحد التفاحه. ملي كيكون عندك هاد العصير هدايا واجد في الثلاجه، كتجبدو وانتينا شني ما بغيتي كتعملو، كتزيدلو اللي بغيتي كتزيدلو كتزيدولو وكطحنو. كيكون عندك ساهل، اللي تشهيتي كتعملو فيه، ما كتزيدلو لا سكر لا حتى شي حاجه، كتزيدلو غير الفواكه اللي بغيتي. كنطحنوه مزيان باش كيتطحن داك التفاح وداك البنان، وصافي كيكون العصير هو هذا واجد، كيجي مزيون بزاف. انا جربته معكم كيما عدلته، وجربته حتى ما تلج الليمون. هيا جبت ديك الساشيه د السيرو، خويتها في الكاس اللي غنطحن فيه، وغنزيد لها 2 تفاحات، وغنزيد لها اطرو د الماء، وغنطحن هادشي كامل مع بعضيتو.
وبالصحة والراحة، وكنتمنى يكون عجبكم